وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول حلقات برنامج خواطر إيمانية. برحب بكل مشاهدين البرنامج أينما كانوا، كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد عليكم بالخير والبركة بإذن الله. معاكم أنا منى الجواد. تدوني دقيقة من وقتكم هنتكلم فيها عن الخطة التنفيذية للبرنامج. البرنامج هو وقفات مع الآيات، هنقف مع الآية وهنتأملها وهنحاول نخرج منها بعبرة وعظة، حاجة تنفعنا بإذن الله. ما تعديش حلقة إلا لما يكون كل واحد خارج بعبرة وعظة من الآية وخارج برسالة خاصة من ربنا ليه. برنامج خواطر إيمانية هيكون مكون من 15 حلقة، كل يومين بإذن الله في رمضان هتنزل حلقة. الحلقات متقسمة على 3 أجزاء، كل جزء 5 حلقات، وكل جزء هيكون معانا سورة. وأول جزء النهاردة هنبدأ بيه وهو سورة النجم. معانا في سورة النجم 5 حلقات، أول 5 حلقات. سورة النجم سورة من أقرب السور لقلبي، بجد بحبها جدا، وإنها فيها ذكر سورة سيدنا محمد وسيدنا جبريل ورحلة الإسراء والمعراج. حاجة جبر خاطر مفيش بعده ولا قبله، حاجة كده من عالم آخر. بحبها جدا وهي قريبة لقلبي وحبيت أبدأ بيها وتكون فتحة خير إن شاء الله. الحلقة الأولى هناخد من الآية 1 للآية 18، وهنقف عند آية معينة: ما زاغ البصر وما طغى. يأكد لنا ربنا سبحانه وتعالى في الأول عن صدق سيدنا محمد: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دان فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أكد لنا ربنا في الأول عن صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه مش بينطق أي شيء من هواه، إن هو إلا وحي يوحى. ده وحي من عند ربنا بيوحى إليه، وما ينطق عن الهوى، ما بينطقش بالهوى، ما بينطقش بشيء من عنده، كل ده كلام ربنا. والوحي ده بينزل بواسطة سيدنا جبريل، وبيوصف لنا ربنا المشهد، مشهد عظيم وهو بالأفق الأعلى. سيدنا جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق الأعلى، كان سادد السماء، هو بالأفق الأعلى لوحة. ما كذب الفؤاد ما رأى، وده دليل عن إن القلوب عندها عيون تسمى البصيرة، بتشوف بيها أقوى من عيوننا اللي في وشنا. البصيرة ده نوع تاني من النظر، نوع أقوى من نظر العيون. إن البصيرة دي عايزة لها حلقة لوحدها، بإذن الله ننفرد لها بحلقة. نكمل الآية. وربنا يقول لهم: أتمرونه على ما يرى، انتوا بتعاتبوه وبتتكلموا معاه في اللي هو شافه؟ طب موتوا بغيظكم، ولقد رآه نزلة أخرى، ده شافه كمان مرة. ومش بس كده، ده فين؟ عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي شجرة السدر. منتهى ده عالم الله يعلمه، هل هو عالم المخلوقات أم عالم الملائكة؟ الله أعلم. إذ يغشى السدرة هيغشى حاجة كده عليها غشاوة، حاجة كده يحاط بشيء، هل هو شيء من نور كان بيحيط بالشجرة؟ الله أعلم. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. وهنا بقى نيجي الموضوع حلقتنا، حب سيدنا محمد. الحلقة دي حلقة حب سيدنا محمد وأدب سيدنا محمد وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، فين يا رب؟ عند سدرة المنتهى. ما زاغ البصر وما طغى. الآية دي عجيبة، عجيبة جدا، وقفت عندها كتير جدا. دلوقتي احنا في السماء السابع قدام شجرة عليها غشاوة من نور، بتحيط بشيء يعلمه الله، مغطية حاجة، مخبية حاجة يعلمه الله. هذا النبي لما لقى إن في شيء يحيط بالشجرة دي، وفي غشاوة، وفي شيء يحيط به علم الله، من أدب النبي يوصف لنا ربنا الحي: ما زاغ البصر وما طغى. الآية دي بتبهرني، وقفت عندها كتير جدا، إنه إيه الأخلاق دي؟ دي أخلاق رسولنا، دي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى. فين يا رب؟ السماء السبع
عند شجرة منتهى خلاص في نهاية عالم المخلوقات أو عالم الملائكة. يعني أحيانا لما بروح مثلا عند خالي أو خالتي وبكون مثلا بقالي كتير ما روحتش بقعد أبص وأتفرج وأشوف إيه اللي فايتني. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة عند شجرة في منتهى عالم ما زاغ البصر وما طغى. إزالة البصر هو إن أنا أكون يعني يكون جسمي كده في نفس المكان وبعدين عيني اللي تزيغ عيني كده أو كده أو كده أو كده عيني تقعد تلف وتروح وتيجي بس أنا ثابتة مكاني. لأ، الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى. نظره ما زاغش، ما لفتش كده، ما بصش كده جنبه ولا كده ولا استرقى النظر ولا نظرة. ما زاغ البصر، بصره ما زاغش، ما راحش يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. قمة الأدب، قمة الأخلاق، قمة الخشية والخشوع صلى الله عليه وما وسلم. طغى، يعني مش لقى الشجرة عليها غشاوة وفي شيء بيحب ده قعد يبص كده لا أنا عايز أعرف إيه ده، لا أنا هفضل مركز لحد ما أشوف لحد ما أعرف. وما طغى وما بصش وما ركزش وما زغش البصر لا يمين ولا شمال. إيه الأدب ده؟ وإحنا فين من الأدب ده؟ إحنا بعيد أوي، إحنا بعيد بجد، بعد الشجرة عن الأرض إحنا بعيد. إحنا بجد بعيد، بعيد عن الأخلاق دي، بعيد عن الأدب ده، بعيد عن الخشية والخشوع ده، إحنا بعيد أوي. على سبيل المثال مثال صغير جدا هو بجد إنه أنا فعلا لما بروح عند حد من قرايبي باقعد أبُص وبعدين تيجي في بالي الآية فباقوم محترمة نفسي وباصة في الأرض وخلاص كإني ما عملتش حاجة. ما زاغ البصر وما طغى. حُطّها في بالك كل مرة بصرك يزيغ يمين والّا شمال على حاجة ما صح ومش حقك. في المنتهى ده يعني الجمال كله، الجمال كله، ومع ذلك ما زاغ البصر وما طغى. قدّام الجمال كله، الجمال الحقيقي، البصر ما زاغش يمين ولا شمال ولا طغى. يسألونا بنحب النبي ليه؟ أنت اللي ما بتحبش النبي ليه؟ أنت اللي مش بتقف مع الآيات وتتأمل وتتدبر ليه؟ أنت اللي ليه معمي وعلى عينك غشاوة مش عايز تشيلها، مع إنها دي سهلة أوي إنها تتشال. شيلها وقف وتأمل وتدبر، وقف وقفة مع الآيات، ما تعديش على الآيات مرور الكرام، وقف مع كل آية وحس بيها وتذوق الأدب النبوي والأخلاق الكريمة. حس بجمال النبي وحس بلذة التعرف عليه. مش هاقول لك السيرة، اتعرّف عليه من ربنا، شوف ربنا بيوصف النبي بيقول إيه، شوف ربنا بيقول إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اللي خلقنا كلنا من بداية الخلق إلى يوم القيامة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه على البني آدم ده، بيقول إيه على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم واتعلم منه وخليه دايمًا قدّام عينك، إنه أسوة حسنة، قدوة، أحسن قدوة. أحسن قدوة ومفيش أحسن منه قدوة دايما. وخلي بالكوا لما بصركوا يجي يزيغ كده ولا كده افتكروا الآية دي. ما زاغ البصر وما طغى. وفين؟ في السماء السابعة عن سدرة المنتهى. حاجة يعني محدش شافها ولا تخيلها حتى. ومع ذلك يحضر الأدب ويحضر الخشية ويحضر الخشوع. واحنا لازم نتعلم، احنا لازم ما نعديش مرور الكرام كده في الدنيا. احنا لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن اشرف الخلق وعن افضل العباد ونتعلم منهم ونحاول ناخد ولو 1% من اخلاقهم. افتكروا دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد عند جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى. حلقة في حب النبي حبيت ابدأ بيها وافتتح بيها ولله الحمد والمنة. إن أكرمني أختار الصورة بتبقى الصورة فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر مش مباشر. محتاجين بس نلقي السمع ونعقل ونفكر ونتدبر ونتأمل عشان نخرج بعبرة وعظة وحياة أقرب لله، حاجة تنفعنا في حياتنا اليومية وحياتنا الأبدية في الآخرة. إن لكم في الرسول أسوة حسنة. ما أصدق من الله قيلا، ما أصدق من الله حديثا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ويوصف لنا حال أدب رسولنا الكريم فاحنا لازم ناخد عبرة وعظة وندوس على الآيات بقلب وندوس على الآيات بالبصيرة اللي في قلوبنا، مش
بالنظر اللي في عيوننا، ما يعديش القرآن على ودنا من غير ما يعدي على وعينا وقلبنا في الأول. أول حلقة أنا حابة تكون إنها حلقة خفيفة وما اطولش عليكم فيها. الحقيقة إن كان الشيء المهم عندي هو إني أبدأ كده بسم الله عن الرسول وحلقة حب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، ربنا أكرمني إن الصورة اللي اخترتها أنا اخترتها مخصوص للأمانة عشان الآية دي بالذات هي اللي أنا خارجة منها بعبرة وعظة. إن أنا لما أروح مكان حافظ دايما على بصري إنه ما يزيدش ولا يطغى. لما أروح مكان ألزم بصري زي ما بلزم نفسي بإيدي إن هي ما تتمدش على حاجة. لما بنروح عند حد بنفضل قاعدين عاملين كده، محدش يقدر يلطش ولا يمين وشمال ولا يمد ايده ياخد حاجة، ولا بنبقى مؤدبين وماسكين نفسنا كده وقاعدين مهندمين. قبل ما نمسك ايدينا انها تتمد مهم قوي نمسك بصرنا انه يزيغ يمين ولا شمال ولا يطغى على شيء مش حق لينا. دايما نفتكر الآية دي لما نروح في مكان، لما نروح عند حد، ولما نتعامل مع بعض في الأمور الصغيرة والكبيرة. لما نشوف حاجة عند حد كويسة في حياة حد عموما حتى نقول ما شاء الله وما يزيغش بصرنا عليها ولا يطغى. الأهم بقى الولاد وهم ماشيين في الشارع ما يزيغش بصرهم ولا يطغى، ولو إنه شيء صعب جدا إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وشيء صعب جدا وشيء مش سهل وشيء كبير جدا، بس اللي يعرف ربنا ويحب ربنا ويخاف منه يقدر يتحكم في بصره زي ما بيقدر يتحكم في نفسه. عايزين كلنا نتحكم في بصرنا زي ما بنتحكم في ايدينا ورجلينا، زي ما بنتحكم في نفسنا واحنا بره او في اي مكان. وبنبقى قاعدين مهندمين يا ريت نظرنا كمان يبقى مهندم وما يزيدش يروح يمين ولا شمال ويفضل خاشع لله والنظر لله سبحانه وتعالى، وإن ربنا شايفنا ومطلع علينا بنص قرآني وهو معكم أينما كنتم. ربنا معانا في كل وقت وفي كل مكان. من أجل نظر الله سبحانه وتعالى والخشية منه والخشوع له لازم نتحكم في بصرنا زي ما بنتحكم في باقي أعضاء جسمنا. افتكر دايما رسولك الكريم، وافتكر إنه ما زاغ البصر وما طغى في السماء السبع عند سدرة المنتهى. ربنا يهدينا ويهدي أنفسنا جميعا، ورمضان كريم عليكم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. كنت معاكم أنا منى الجواد، برنامج خواطر إيمانية، وما زلنا مكملين. انتظرونا.